أهلا وسهلا ومرحبا بكم في وصفة جديدة. مرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا في خير وإن شاء الله تكونوا لاباس وإن شاء الله رمضانكم مبروك. جيتكم وما جيتش يدي فارغة، جيتكم بوصفة ياسر سهلة واقتصادية وميمتون بنينة وفي ساعة تحضر. دونك ما تعبكمش برشا. باش نعملوا مع بعضنا تشيز كيك كريم كراميل والبسكوي، حاجة تعمل الكيف. وصفة رمضانية بامتياز للسهرية مع قهيوة. ما نحكي لكمش عن البنة. هاي التصوير الفيديو يحكي وحده، دونك نمشي مع بعضنا باش نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. دونك نبداو على بركة الله، بسم الله. اول حاجة باش نعملها باش ناخذ كمية الزبدة متاعي اللي هي 4 مغارف ونص. دونك لهنا باش نعطي الكمية بالمغارف اذا كانت بالمغارفة ولا بالكاس، وزاد بالجرام للعباد اللي عندها ميزان. دونك 4 مغارف ونص زبدة ما يقارب 220 جرام. دونك ما يعادل معناها 220 جرام. باهي، ومن بعد باش نحط على النار الذوب وباش ناخذ كمية البسكوي متاعي. انا خذيت 2 باكوات. جا حاسيلو الباكو فيه 200 جرام بسكوي، دونك خذيت 400 جرام. لهنا كيما قلت لكم باش نرحي الرحيه الاولى البسكوي متاعي، نحطه في الهشوار ولا اي ماكينه متاع رحيان نرحايه. ومن بعد باش نزيد عليه كمية الزبدة ومش نخليه يتعاود يترحى ويتلم. لهنا كيما قاعدين شوفوا التيست متاعي، نشدو هكا في يدي ونلمو يسوفي تلم قامت ماسك. دونك لهنا الخلطة متاعي حاضرة. باش ناخذ مول، اي مول انت تحب عليه واي مول تحب تخدم فيه. دونك انا اخترت المول هذا يتحل على جنب باش بعد نلقاه ساهل نجي نحي فيه. دونك هذا المول متاع تشيز كيك. وباش ناخذ زاده كيس كيما قاعدين تشوفوا باش نبدا نوزع في الخليط متاع البسكوي متاعي على نوزع فيه معناه في المول بشوي بشوي، وميم طون نبدا ننزل بالقدا باش يتماسك في بعضه. ومن بعد باش نحطه في الفور على درجة 180 مدة دريجين هكاكا ياخد شوية اللون هكا ومن بعد نهبطه. دونك لهنا باش نتعدل الطبقة متاع الكريم كراميل. الكريم كراميل متاعي خذيت الباكو حاضر موجود يتباع في المغازان. دونك يجي معاه زادا باكو هكا صغير متاع كراميل وباكو متاع البودر معناها متاع الكريمة متاعي. لهنا مكتوب عليه تاخذ عليه نص إيتر حليب. انا باش ناخذ عليه 600 مليلتر حليب معناها اكثر من نص بشوي. هكاكا يجيني جاري شوي باش نزيدو عليه كمية متاع البسكوي. دونك لهنا كما قاعدين تشوفوا حطيت كمية الحليب متاعي كما قلت لكم 600 مليلتر، وباش نصب عليها الباكو وزدتها زيادة القوم تاع الفاني. نجموا تزيدوها لنا قبل ما تطيبوا ولا من بعد كي تهبطوا وتجوا باش ترحوا معاه البسكوي. باش نحطوا على الغاز مدة معناها على النار مدة 8 دقائق يوصل مرحلة متاع الغليان ونهبطوه. لهنا كما تشوفوا حضرت الكريم كراميل متاعي باش نزيد عليه البسكوي. بالنسبة للبسكوي باش ناخو نص باكو معناها الباكو فيه 200 جرام، انا باش ناخو 100 جرام معناها النصف متاع الباكو متاعي باش نقصهم كما قاعدين نشوفوا طرف طرف باش نسهل عملية الرحيان متاعو. ومن بعد باش تشوفوا الكريمة باش نتحصل عليها هكا تبدأ عاقدة شوي حاجة كيما قاعدين تشوفوا. لهنا مش تفوح ريحة ياسر بنينة. الكراميل والبسكوية عملوا هكا معناها ميكس مع بعضهم ياسر مزيان معناها ياسر ريحته بنينة. دونك يا ما طلني على البنة ظاهرة بنينة بنينة. في بالكم انا اول مرة باش نجربها، قلت علاش ما نبارطاجيهاش معاكم معناها ما جربتهاش قبل، هذه اول مرة وطول عملت لكم الفيديو. دونك لهنا تو باش نبدا هكا نحل فيها على الكبر متاع المول. بالنسبه اللي يحب الطبقه تبدا مدوبله معناها يحب الطبقه تبدا هكا كبيره، يعمل يدوب المكونات، يعمل 2 باكوات كريم كراميل ويعمل باكو بسكوي ويحط إيترا وشويه هكا حليب. دونك كيما قلت لكم يدوب المكونات متاع الخلطه دي اللي عملتها تجيكم هكا كبيره شويه معناها الطبقه. لهنا الطبقة خليتها باش تبرد معناها بحرارة الغرفة، ومن بعد حطيتها في الفريجيدير. ولهنا باش نحضر الكراميل متاعي. الكراميل سبق وحضرته معاكم في فيديو
قبلته نحط لكم اللين متاعو لهنا في سرعت فيه. دونك حطيت كاس سكر وزوز مغارف ماء. بعد ما ذاب السكر متاعي ولا لونه هكاكا تحوجي مشى يعني تكرمل، باش نحط عليه مغرفة زبدة. ولهنا لاستوس باش ينجح لكم الكراميل، اول حاجه لازمكم ما تحرقوش السكر. دونك النار تبدا هكا خفيفه دوبلاش حتى اللي يكمل السكر يذوب. وكي تحطوا الزبده ولا الحليب يبدا عمليه التحريك تكون سريعه، فيسع فيسع هكا تبدا تحرك هكاكا باش تضمن انه ما يتكعبلكش يعمل كعابه. لهنا من بعد ما حركت زدت الزبده وحركته باش نزيد كميه الحليب، هكا الكراميل بتاعي يبدا حاضر. دونك لهنا من بعد هبط الكراميل متاعي وباش نحطه لهنا في الكيس متاعي هذايا باش نخليه يبرد في راحته. كيف مش نخليه ياخد حرارة الغرفة. من بعد باش نحطه شوية في الفريجيدير للي يبرد كومبليتمون. لهنا الزوز حطيتهم في الفريجيدير مدة تسويعة هكاكا. ومن بعد رجعت معناها هكا بديت نحرر فيها كما قاعدين تشوفوا هكا شوية على جناب. ومن بعد جست حليت المول متاع التشيز كيك متاعي كما قلت لكم عملته في المول هذايا، نحت لي بسهولة تامة. دونك لهنا حطيته بدلته معناها فوالا. وتوا باش نصب الكراميل متاعي وباش نبدا هكا نخليه نوزعه على الكبر متاع التشيز كيك متاعي كما قاعدين تشوفوا. حاجة سهلة ما فيها حتى شيء. دونك العباد اللي جايت جديدة تفرج في الفيديو ما تنساوش باش تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس باش توصلكم فيديوهات جديدة. قدرة ربي تستنى فيكم برشا افكار سهلة وبسيطة لسيدنا رمضان. دونك انا اخترت لهنا للتزيين كما قاعدين تشوفوا شوفوا المنظر وكاللقة متاع معناها متاع الكراميل متاعي. حاجة اخرى لهنا اخترت للتزيين خديت كعيبتين بنان باش نزين بها. كيف ما تعرفوا البنان والكراميل ياسر يجيو بنين مع بعضهم. هنا هكا قصيتها رونديليت وتوا باش نزينها كندور بها فوالا. والزينة تبقى اختيارية كل واحد كيفاش يحب يزين. نجم حتى تخليها جست بالكراميل هكا هاو، نجم ترش عليها شوية لوز مهروش، حاجة اختيارية. دونك لهنا كيما قاعدين تشوفوا هنا باش نكمل الكمية متاع البنان متاعي الكل وباش نرش شوية بيستاش عليها وهكا تبدأ التشيز كيك متاعي حاضرة. حاجة سهلة وبنينة تعمل 66 كيف. نودكم وننشهيكم. دونك استنيوني في فيديو جديد ورسالة جديدة. وما تنساوش باش تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس وبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم وتعملوا برشا 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 جامات وبرشا كومنتارات. واستنيوني في فيديو جديد ورسالة جديدة. باي باي.